شرفت، كتر خيرك. هتسمحي لي يا يسرية هانم ان انا ادخل في الموضوع دغري؟ اتفضل يا مراد بيه. انا ماليش شروط، ما عنديش حتى اي طلبات مسبقة يعني. احنا لما بنتكلم عن المكان اللي تعمل فيه احتفال الفرح بقول انه يكون مكان من اللي بيحتفلوا فيه بالافراح اواسط الناس. بالنسبة للجهاز يكون جهاز يعني يناسب اي عروسين من جيلكو وفي حدود امكانياتك انت. طب والفرش اللي جبته من ايطاليا؟ ده قرارك يا ابني انت وعروستك، انت حر فيه، تتصرف فيه، تبيعه، واي مبلغ تقدر توفره ان شاء الله تبقى تستغله في احتياجات بيتك. حضرتك تقصد ايه بالظبط يا مراد بيه؟ هو احنا كنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في تفاصيل كتيرة، بس كلامنا ما كانش بشكل نهائي يعني. انا هراجع دلوقتي مع حضراتكم بعض التفاصيل دي وهستبعد منها كل المظاهر اللي ملهاش قيمة والإسراف المبالغ فيه. انت بتقول ايه يا محسن؟ مش ممكن اللي بسمعه ده. بابا قال كده؟ ايوه يا ميرفت، هو ده اللي قاله بالحرف الواحد. مش فاهمه ايه معنى موقفه الغريب ده. ايوه يا زوج، احلى طلبات. خلي بالك على نفسك. ربنا يخليك ليا يا بس. بقول لك ايه، الواد عبد الباشا ما ضايقكوش تاني؟ لا انت اللي مضايقني. ليه؟ غريبة والله، انا اللي بنط لكم في نصاص الليالي زي عبد الباشا عشان انكد عليكم. بقول لك يا بنت، هو بيعمل الحركات دي ليه؟ بقول لك ايه، ما تلوعينيش وقري على طول. انا برضو بتاعت ملوعه. تعرفي ايه اللي بيغيظني منك؟ النكد اللي بتخافي تجري منه ومصممه انه لازم يلحقك. نفسي اعرف واحده ست في حياتي ما بتحبش النكد. اعمل ايه بقى؟ ما انا محرجه منك يا بوس. يا سلام، واللي محرج بقى يقوم ينكد على اللي محرج منه. تبقى اسبايخ بقى. ما تقولي يا بنت، طريقك ده غرضه ايه بالظبط؟ غرضه منيل. انت عارف هو طلقني ليه؟ يا ست عاد، عشان ما كنتيش عايزه تخلفي اول جوازك. انا عايز الحقيقه اللي بعده يا سمره. واتجوز واحده جارتنا بنت زي الفل، طيبه وتستاهل كل خير. امال ايه بقى؟ عايز يرجع لسمراء ويا حلم الطفوله؟ انت هتهزر بقى. عامل معاك ايه؟ ما انت بتلوعيني يا منية النفس العليله، وليس لي في الامر حيله. 3 سنين لحد دلوقتي ما خلفش. ربنا مش عايز، يمكن يكون منه او منها ما اعرفش. مفكر ايه بقى لما يعوز يرجع؟ قال انا هرجع على طول. طب والنبي ده لما يكون اخر راجل في الدنيا ما هرجع له. لما قلت له لا، دار يلسن عليا اللي رايحه والجايه. اصل الصنف الجديد اللي بياخده مغشوش. طب وبعدين؟ الصنف المغشوش مال البلد. طب هنضمن منين بقى انه مش كل شويه يضرب له 2 ويجي ينكد عليكم تاني؟ والحل ايه في رايك بقى يا ابو دم خفيف؟ النكد. النكد. بقول لك ايه، وانت قاعده معايا بلاش النكد، ده احسن اقسم بالله اسيب عبده البش يخلص عليكي. وهون عليك يا بوس. تقدري تقولي لي معنى كلام بابا ده ايه، غير انه مش عايزه نتجوز خالص؟ لا طبعا يا حبيبتي، اكيد بابا نفسه يفرح بيكي، بس معناه ايه انكم تتجوزوا في حدود امكانيات محسن؟ معنى كلامه ده انه مش هيديكوا الشقه؟ ده معنى كلامه لطنط يسرية ومحسن، قال ابدأوا حياتكم على قدكم، وانه موافق ان احنا نتجوز بس زي كل الناس ما بتتجوز. والله انا محتاره، مش عارفه اقولك ايه. وبعدين لو الكلام ده صحيح، ليه ما بلغناش بيه قبل ما يقولوا لمحسن؟ مش يقعد معانا ونتناقش الاول؟ وبعدين انا مش فاهمه ايه السبب انه مش عايز يديكوا الشقه. نفس السبب في التأجيل، مجرد قرارات غريبة ومش مفهومة بيفاجئنا بيها. طب اهدي دلوقتي يا حبيبتي لغايه ما نفهم منه ايه الحكايه بالظبط، وبعد كده نبقى نقعد نتكلم. انا عارف يا مراد ان الموقف صعب صحيح، بصراحه انا لو مكانك ما كنتش هعرف هتصرف ازاي.
لكن لازم تحط في اعتبارك حاجه مهمه جدا، الولاد يا مراد ذنبهم ايه؟ هو الحقيقة إنه أنا كونت فكرتي عن الولد اللي اسمه محسن ده عريس ميرفت في البداية من خلال معرفتي بأسرته كلها، خصوصا المرحوم والده الله يرحمه. كان راجل محترم بكل المقاييس. أما الولد ومع الوقت ابتدى يكشف عن جوانب في شخصيته للأسف مخيفة جدا وانتهازية. ايوه يا مراد، بس انت كده بتضغط على نفسك وبتحملها فوق طاقتها. الولاد مش هيفهموا كده. أنا لما حقيقة الولد ده ظهرت بوضوح قدامي قلقت على بنتي، وكان لازم أواجهه وأوقفه عند حده. مراد يا حبيبي، انت لازم ترتاح عشان تقدر تلحق تخلص كل اللي انت عايز تعمله. أنا قناعاتي كلها اتغيرت يا سالم. مش ممكن أبقى شايف الصح والحقيقة واضحة قدام عينيا وأنا أديها ظهري وأمشي في السكة الغلط. ما تقلقش وبلاش تضغط على أعصابك، ربنا معاك. انا قلت لك مراد البهي بيلعب بينا، جاي يقول لي اتصرف في الموبيليا اللي جبتها واعمل فرح على قدك، وكمان مش هيدينا الشقه اللي وعدنا بيها. قلت لك مراد البهي مش سهل، محدش يقدر يضحك عليه ولا يستغفله. وانا ضحكت عليه واستغفلته في ايه؟ سيبك من ده كله. الراجل قال انا عايز استبعد كل المظاهر والاسراف اللي ملوش لازمه. بعد ايه؟ بعد ما بيعنا اللي ورانا واللي قدامنا؟ جاي يقول لي دلوقتي اتجوز على قدك؟ طب ازاي؟ الرساله واضحه يا ابني، لو انت عايز البنت وعينك مش على ابوها تقدر تتجوزها حالا. يا ماما الكلام ده لو كنا لسه على البر، لكن احنا اتفقنا اتفاقات وعلى اساسها كتبنا الكتاب. كونه بقى بيرجع في كلامه يبقى تهريج، وانا مش هسكت ولازم اعرف بيفكر في ايه. أنا معترف إني أنا كنت غلطان في اتفاقي معاه. كلمت مع محسن إنه يشوف له شقة مناسبة وما يرهقش نفسه بقى بتأسيس ونفقات تقيلة في بداية حياته، وينسى موضوع شقة النيل دي. يا ماما انا مش قادره اتصور اللي بسمعه ده ولا قادره اصدقه. انا ما بقتش فاهمه هو في ايه. ده معنى كده انكم هتبتدوا حياتكم من اول وجديد وتكافحوا زي اي اتنين بيبداوا من الصفر. انا مش فاهمه هو عايز يحرمني من الشقه ليه؟ ايه السبب؟ قول لي بقى يا حبيبي، عملت ايه عند الدكتور؟ والله يا حبيبتي ما فضيت اروح. لا انت زهقت بقى وده اللي خلاك ما فضيتش. يا حبيبتي صدقني ما زهقتش ولا حاجه، بس بجد ما فضيتش اروح. على العموم اطمن يا حماده، الموضوع ده فعلا ما بيشكلش عندي اي قلق من اي نوع. يبقى خلاص بقى يا حبيبتي، مش عايزين نشغل نفسنا بموضوع الخلفه ده. لو ربنا رزقنا يبقى خير وبركه، لو ما حصلش بقى تبقى دي اراده ربنا. طب ما احنا متفقين على كده، ايه بقى اللي جد وخلاك تحدد ميعاد الدكتور ده؟ هو الحقيقه احنا متفقين، بس تصرفاتك انت بقى اليومين اللي فاتوا هي اللي خلتنا نفكر في الموضوع ده تاني. تصرفاتي انا؟ ايوه تصرفاتك انت يا لولو. فاكره لما كنت بتكلم في التليفون وعلقت على طريقه كلامي مع مديره الشركه؟ يعني ركزت في كلام عابر قلته لك؟ يا لميا بذمتك ده كان كلام عابر؟ والله كان عابر، بس واضح بقى ان كلامك انت هو اللي ما كانش عابر. لميا يا حبيبتي، الست بتقول الشك يحيي الغرام، معايا انا بقى بيموته. شك ايه يا حماده؟ ده انت حبيبي. انا تعليقي ده لاني لقيتك بتبالغ في رقتك وانت بتتكلم معاها. جرى ايه يا حبيبتي؟ ده بيزنس، يعني لازم اتكلم مع الناس بطريقه لطيفه. ايه يا لولا، عايزهم يقولوا على جوزك قليل الذوق وهو بيتكلم مع الناس؟ يا منافق، على حساب مراتك. مراتي اللي بتتكلمي عنها دي متاكده ان مفيش مخلوقه في الدنيا ممكن تاخد مكانها. طب متاكد؟ ايه ده، انت عندك شك؟ انا لو عندي شك 1 على 1000 مش هقعد معاك دقيقه واحده. انت عارف ان انا بثق فيك جدا، وعلاقتك مع الجنس الناعم ما بتسببليش اي حساسيه من اي نوع.
انا في منتهى السعاده ان اتجوزت واحده واثقه من نفسها.